قبل ما نبدأ أقوى سلسلة أفلام في قناة أسد الملخصات، ما تنسوش تصلوا على نبينا محمد وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير. جهز لي بقى فشارك ومشروبك اللذيذ لأن الطلعة المرة دي تقيلة جدا. بيبدأ فيلمنا في لوس أنجلوس مع موظف في المينا وهو بيتصل بشخص مجهول وبيديله تفاصيل الشحنة اللي هتطلع النهاردة. وفي الوقت ده بنقابل واحد اسمه براين وهو بيسوق عربيته وبيكون محترف جدا لدرجة إنه بيقفل أمبير العربية في ثواني معدودة. وبعدها بيروح يفطر في كافيه معين، وبنعرف ان بقاله 3 أسابيع بيروح هناك لانه معجب بمية البنت اللي بتشتغل فيه. لكن في الوقت ده بتيجي مجموعة شباب بعربيات معدلة ورايقة جدا لنفس الكافيه، بس واحد منهم اسمه فينيس بيتعصب جدا اول ما بيشوف براين لان هو كمان معجب بمية وخايف انه يشوطها منه، وعشان كده بيروح يخترع اي مشكلة عشان يتخانق معاه، وفعلا بيمسكوا ببعض هما الاتنين. فبتجري مية تنادي على اخوها دوم صاحب الكافيه اللي بيطلع بسرعة يبعدهم عن بعض، وبيطلب من براين انه يمشي حالا وما يجيش هنا تاني والا هيرنوا علقة تعلمه الادب. فبيحاول براين يفهمه انه مش غلطان، لكن دوم مش بيسمع له فبيقرر انه يمشي. وبالليل بنشوف الشاحنة اللي اتكلم عنها موظف المينا وهي بتتحرك في الميعاد بتاعها، لكن فجأة بتظهر مجموعة عربيات حواليها وباين كده انهم عصابة وناويين يسرقوها. وفعلا بيبدأوا يضربوا ازاز العربية بالسهام لحد ما بيكسروه، والسواق يا صديقي بيكون مرعوب ومش عارف يتصرف ازاي. وفجأة واحد منهم بينط عنده وبيضربه بالمسدس لحد ما بيفقدوا الوعي وبيستولى على الشاحنة هو وباقي العصابة. وتاني يوم بنشوف براين وهو رايح شغله في محل صيانة العربيات ولوازمها، لكنه بيلاقي مديره بيهزقه لان دوم اتصل بيه وعرفه اللي حصل وطلب منه يطرده من الشغل. بس براين بيطمن مديره انه هيحل مشكلته مع دوم وهيروح يعتذر له. وبالليل بنشوف دوم وهو رايح مع الشباب اللي شفناهم الصبح المكان معين بيتم فيه سباقات غير شرعية على فلوس، لكن فجأة بيظهر براين وسطهم وبيطلب من دوم انه يشارك معاهم في سباق الليلة مقابل العربية بتاعت الشغل لانه محلتوش غيرها. فبيضحك دوم من الدخلة بتاعته وبيروح يشيك على العربية وبيعرف انه جايبها من المعرض بتاع مديره هنري، وساعتها بيوافق لانه لو خسر هياخدوها منه وكمان مش هيشوفوا وشه تاني. وبيروحوا كلهم يجهزوا العربيات بتاعتهم للسباق وبيتحركوا بسرعة مرعبة جدا. وبنلاحظ في البداية ان دوم سابقهم كلهم، وطبعا ده بيعصبهم جدا وبيخليهم يفعلوا النايترو عشان يلحقوه. وبنشوف براين اللي بيكون خايف من الخسارة وبيقرر انه يفعل النايترو على الاخر عشان يقدر يعدي دوم، وفعلا بيقدر يسبقه، لكن العربية مش بتستحمل السرعة وبتديله إشارة خطر، بس هو ما بيهتمش وبيزود كمان نايترو عشان يضمن الفوز في سباقه مع دوم. لكن للأسف الموتور بيتعطل من ضغط السرعة وبيقدر دوم انه يفوز بالسباق بسهولة، وطبعا كل المتسابقين بيباركوا له على الفوز وبياخد كمان مبلغ محترم جدا. ولما بيوصل براين بيقول لدوم انه عداه وكان هيكسبه بس العربية غدرت بيه، فبيضحك دوم وبيفهمه ان مفيش حد قدر يكسبه قبل كده لانه ما بيحرقش مواتير العربيات زيه. وقبل ما ياخد العربية منه الشرطة بتشم خبر بوجودهم لانهم معطلين الطريق وبيحاولوا يقبضوا عليهم، وطبعا كل واحد بياخد عربيته وبيفلق من المكان بسرعة، ودوم بيشغل دماغه وبيركن العربية في جراج بعيد لانهم عارفينها كويس. بس شرطي منهم بيشوفه وهو طالع وبيجري وراه بالعربية، فبيحاول دوم انه يخلع منه بأي طريقة، وبيلاقي فجأة براين جاي ياخده بعربيته وبيجري بسرعة من المكان وبيقدر انه يفلت من الشرطة بأعجوبة. فبيشكره دوم انه لحقه من المصيبة دي وبيكون مستغرب انه قدر يفلت من رجالة الشرطة. وهنا براين بيعرفه ان اخر مطاردة ليه مع الشرطة اتحبس فيها يومين، ومن ساعتها قرر يدور على طريقة يفلت بيها منهم. بس دوم بيصدمه لما بيقول له تاريخ حياته كله لانه خلى صاحبته ليتي تتحرى عنه وعرفت انه اتسجن 2 سنين. فبيغير براين الموضوع، ولما بيسأله عن حياته بيقول له ان هو كمان اتسجن قبل كده، وبيعرفه ان الموت بالنسبة له ارحم من السجن اللي كان فيه. واثناء كلامهم بتحوطهم مجموعة شباب راكبين موتوسيكلات وبيطلبوا منهم يمشوا معاهم بدون شوشرة، فبيروحوا معاهم لحتة هادية وبنعرف انهم عصابة خطيرة وزعيمهم اسمه جوني ومعاه ابن عمه لانس. وبيبداوا يحلوا على براين وكانوا عاوزين ياخدوا منه العربية لانه جديد عن المنطقة، بس دوم بيقف لهم وبيعرفهم انه تبعه. فبيضحك جوني وبيطلب منه يجهز نفسه كويس للسباق اللي جاي لانه هيفرموا تحت عربيته وبعدها بيسيبوهم وبيمشوا. وساعتها براين بيسأل دوم عنهم، لكن قبل ما يرد عليه بيرجعوا تاني وبيضربوا النار على العربية وبيطلعوا يجروا، ولانها مشحونة بالنايترو بتنفجر بسرعة، لكن الاتنين بيقدروا يبعدوا عنها في اخر لحظة. وبعدها
وبعدها بيقرروا انهم ياخدوها مشي، ودوم بيعرفوا ان هو وجوني كانوا شغالين سوا لحد ما غلط في يوم وعمل علاقة مع اخته. ولما بيرجعوا للبيت بتاع دوم بيلاقوا اصحابه كلهم مقضيينها ومفكروش حتى يسألوا عليه، فبيدخل يهزهم كلهم وبيعرفهم ان براين طلع ارجل منهم وانقذهم من الشرطة ومهربش زيهم. وطبعا فينيس بيتعصب جدا لانه جابه لهنا وهو اساسا ما يعرفوش، وبيقول له انه ممكن يطلع ظابط ويبلغ عنهم، بس دوم بيدافع عنه وبياخد المزة بتاعته وبيطلع يريح شوية. وساعتها بتيجي ميا تلحق فينيس قبل ما يتخانق مع براين وبتاخده الغرفة تانية، وباين كده انها بدأت تعجب بيه. وتاني يوم بنشوف براين وهو رايح شغله، لكن فجأة الشرطة بتطارده وبيقبضوا عليه لانه بيشارك في سباقات غير شرعية. بس الغريب انهم اول ما بيوصلوا للمركز بيفكوا الكلبشات من ايده، وبنكتشف وقتها انه عميل سري ليهم وهم اللي زارعينه وسط العصابات اللي بتشارك في سباقات الشوارع عشان يعرفوا الجرائم اللي بيعملوها. والاهم من ده كله يعرفوا هوية العصابة اللي بتسرق الشاحنات وهتخرجها من المينا. فبيقول لهم براين ان دوم اكيد عارف العصابات دي، لكنه محتاج شوية وقت عشان يقرب منه اكتر ويقدر يكتشفهم. وبيفهمهم انه لحد دلوقتي كل اللي يعرفوا عنه انه بينظم سباقات غير شرعية وملوش اي علاقة بالسرقة. بس العميل بيل بيفهمه ان مفيش وقت قدامهم وانه لازم يعرف هويتهم بسرعة قبل ما يكشفوا هويته الحقيقية. والرقيب تنر بيقول له انه لازم يكون صاحي لكل حاجة بتحصل لان دوم مش سهل زي ما هو متخيل. وبيعرفوا انه قضى سنتين في السجن لانه كان بلطجي لدرجة مرعبة. فبيشكره براين على النصيحة وبيطلب منه يجيب له عربية تانية بدل اللي ولعت، وبيطلع يجري من قدامه. وبعد شوية بيقطر العربية اللي ولعت عند محل الصيانة بتاع دوم وبيسلمها ليه لانها دلوقتي ملكه. فبيضحك دوم واللي معاه لان العربية اساسا ما فيهاش حتة سليمة، لكن اول ما بيشوف دوم الموتور القوي بتاعها بيقرر انه يصلحها ويشاركوا بيها في سباق الصحراء اللي هم داخلينه. وفعلا بيروحوا يشتروا قطع الغيار وبيبداوا انهم يصلحوها، وبيكون براين مبهور جدا بذكاء جيسي في التعديلات اللي هو بيعملها على العربية. وفينيس لحد دلوقتي لسه مش طايق براين لانه خايف المزة بتاعته تروح منه. وبيقعدوا كلهم ياكلوا سوا وبيحتفلوا بانضمام براين ليهم. وبعدها بيروح براين يساعد ميا في غسيل الاطباق وبيعزمها على العشاء، لكنها بترفض وبتقول له انها ما بتخرجش مع حد من صحاب اخوها. وساعتها بيشوفهم فينيس وبيطلب من براين انه يروح يغسل له عربيته لما يخلص لان باين عليه شاطر قوي في الغسيل. فبيتضايق براين، لكن ميا هي اللي بترد على فينيس وبتساله عن المطعم اللي كان عاوز يعزمها فيه قبل كده. ولما بيقول لها على اسمه كان فاكر انها هتخرج معاه، لكنها بتحرجه وبتطلب من براين انه يوديها للمطعم ده. وطبعا فينيس بيتعصب جدا وبيسيب لهم البيت كله وبيمشي. وفي اليوم التاني بنشوف هيكتور زميل دوم في تنظيم السباقات وهو داخل المحل اللي شغال فيه براين، وبيصدمه لما بيطلب منه قطع غيار غالية جدا بتخليه يشك انه من ضمن العصابة اللي بتسرق الشاحنات بتاعة المينا. فبيقرر انه يروح بالليل للمستودع بتاعهم وبيتسلل جواه وبيبدأ يدور على العربيات اللي شاركت في عمليات السرقة، وده عشان يثبت الجريمة عليه ويقدر يعرف باقي افراد العصابة منه. لكن فجأة بياخد ضربة على دماغه بتفقده الوعي من فينيس وبيفضل يجر فيه لحد ما بيوصل عند دوم. واول ما بيفوق براين بيتفاجئ بيهم قدامه بيسألوه كان بيعمل ايه في المستودع من غير لف ولا دوران. فبيقول له براين ان هيكتور جاله المحل وطلب منه قطع غيار غالية جدا، وعشان كده قرر يجي المستودع ويشوف العربيات عشان لو متعدلة يقدر يتصرف في واحدة اسرع منهم لانه مش عاوز يخسر مرة تانية. لكن الخنزير فينيس ما بيقتنعش بالكلام ده وبيقول لدوم ان براين اكيد شرطي وناوي يحبسهم كلهم. بس دوم بيصدق كلام براين وبيقرر انهم يروحوا للمستودع بتاع جوني زعيم العصابة عشان يفتشوا فيه ويتأكدوا من كلامه، لكنهم بيتصدموا ان العربيات كلها متشال منها المواتير. بس فجأة بيوصل جوني ورجالته للمستودع فبيستخبوا منهم بسرعة قبل ما يشوفوهم. وبنعرف ان جوني اساسا جايب مدير المستودع بتاعه لانه شاكك فيه ان هو اللي سرق مواتير العربيات بتاعته. ولما بيهددوا جوني انه هيقتله بيعترف وبيقول لهم على مكان المواتير. فبيقرر جوني انه عاجبه ياخد منه قطع غيار ببلاش وكمان بيخليه يبوس رجله. وساعتها براين بيتأكد ان دوم ملوش اي علاقة بسرقة الشاحنات وان جوني والعصابة بتاعته هم اللي بينفذوا العمليات دي. وعلى طول بيروح يبلغ الشرطة باللي عرفه وبيأكد لهم ان دوم دلوقتي بريء من سرقة الشاحنات زي ما قال لهم. لكن محدش فيهم بيصدق الكلام ده، وواحد منهم بيقول له ان اخت دوم شكلها كده غمت عينيه عن حاجات ياما. فبيتعصب براين وبيقول له انه شايف شغله كويس وقريب جدا هيكشفهم كلهم. بس الرقيب وقتها بيفهمه انه قدامهم 4 ايام بس ولازم يسلموا
يهاجموا العصابة دي قبل ما القواضي تتقفل، فبيسيبهم براين وبيروح يكمل شغله في تجميع العربية مع دوم وباقي فريقه. لكن بعد شوية بياخدوا دوم لمخزن قديم وبيوري له عربية أبوه اللي بتجمع سرعتها في أقل من 9 ثواني، وبيحكي له إن أبوه كان سواق محترف جدا، لكن في سباقه الأخير العربية انفجرت بيه وللأسف مات قدام عينيه. وبيعرفوا إن السباق ده كان ضد واحد اسمه ليندر، وطبعا هو شك فيه إنه السبب في موت أبوه، فقرر إنه يطارده عشان ينتقم منه، وفضل يضرب فيه لحد ما ايديه وجعته لكنه ما قدرش يقتله. والكلام ده بيصدم براين وبيأكد له إن دوم فعلا إنسان طيب ومش هو اللي ورا عمليات السرقة. وبالليل بنشوف براين وهو مع ميا بيتعشوا سوا في المطعم اللي هي اختارته، وبتحكي له ميا ازاي دوم اخوها اتعرف على الفريق، وبتقول له ان اغلبيتهم اساسا معاه من الطفولة، وبتعرفه ان ليتي اول ما شافت دوم عجبها جدا واجبرته كمان انه يحبها وما يبصش لاي بنت تانية وهي معاه. فبيقول لها براين ان هو كمان معجب بيها وانه اتعرف على دوم عشان يكون معاها وقريب منها. وطبعا الكلام ده بيفرح ميا، وعشان كده بتاخده تفسحوا شوية بالعربية، وبتكون محترفة جدا زي اخوها دوم. وبالليل وهم مع بعض بتجيله مكالمة من الرقيب اللي بيعرفوا ان العصابة سرقت شاحنة تانية من المينا، وبيعرفوا كمان ان العميل بيل قرر يهجم على الوقر بتاع جوني وعصابته، وبيقول له على ميعاد الهجوم. وفعلا تاني يوم بيهجموا على المستودع بتاعه وبيقبضوا على رجالته وكمان لانس ابن عمه. ومجموعة تانية من القوات بتقتحم القصر بتاع جوني وبيقبضوا عليه بتهمة سرقة الشاحنات من المينا. لكن بعد كام ساعة بيتم الافراج عنهم كلهم لان مفيش ادلة تثبت ان هم اللي نفذوا عمليات السرقة. والعميل بيل وقتها بيهزأ براين لانه فشل في مهمته، وبيعرفوا انه قدامه اقل من يومين ويوصلوا للعصابة دي والا هيرفدوا من الشرطة. وفي اليوم التاني بيكون فريق دوم صلحوا العربية وكمان عدلوا فيها، وبيبدأوا انهم يجربوا سرعتها على الطريق. وبيلاقي براين عربية غالية في طريقه، فبيقرر انه ينافسها، والمفاجأة انه بيفوز عليها بفرق شاسع جدا. وبعدها بيروح هو ودوم يتغدوا في مطعم، وبيلاحظ دوم انه متضايق فبيسأله ماله. وهنا براين بيقول له ان حالته المادية صعبة شويتين وانه عاوز يشتغل معاه، وبيفهمه انه عارف كويس ان الفلوس اللي هو بيعدل بيها العربيات اكيد ليها مصدر تاني غير محل الصيانة والكافيه بتاعه. وساعتها دوم بيتجمد مكانه وبيديله ورقة فيها مواعيد سباقات، وبيعرفه ان ده المصدر الرئيسي للفلوس اللي معاه. وفعلا بيروح براين في الميعاد لمكان السباقات، والفريق كله بيشارك في السباقات دي مقابل مبالغ ضخمة جدا. وطبعا كلهم بيكسبوا لانهم محترفين جدا، لكن وقتها بيكون في سباق بين جيسي وزعيم العصابة جوني مقابل العربية بتاعته، فبيحاول براين يمنعه، لكن جيسي بيصمم انه ينافسه وللاسف بيخسر، وبيقرر انه يهرب عشان العربية ما تتاخدش منه. وطبعا جوني بيروح لدوم وبيطلب منه يجيب العربية من الواد المتني ده لانها دلوقتي ملكه، بس دوم بيتعصب من طريقته وبيطرده من المكان بتاعه، لكن جوني هو كمان بيتعصب وبيتهمه ان هو اللي بلغ عنه الشرطة. وساعتها دوم بيفقد اعصابه وبينزل ضرب فيه لحد ما بيعدمه العافية. وبالليل بيروح براين يدور على ميا، لكنه بيلاقيها بتتخانق مع اخوها دوم اللي بيسيبها وبيمشي مع فريقه، فبيروح لها براين وبيسألها عن اللي بيحصل، لكنها بترفض تقول له اي حاجة. وساعتها براين بيضطر يعترف لها انه ظابط، وطبعا هي بتشتمه لان ده معناه ان حبه ليها كان خدعة، بس براين بيفهمها ان كل حاجة بينهم كانت حقيقية، وبيعرفها ان اخوها دلوقتي في خطر وانهم لازم ينقذوه قبل ما الشرطة تقبض عليه. فبتقتنع ميا بكلامه وبتعرفه انهم رايحين يسرقوا شاحنة خارجة من المينا. وساعتها براين بيقرر انه يتصل بالشرطة وبيخليهم يعملوا تتبع لرقم دوم عشان يقدر يوصله ويلحقه. وفي الوقت ده بنشوف دوم وهو بيجهز فريقه للمهمة، وبعدها بيتحركوا ناحية الشاحنة اللي هيسرقوها، واول ما بيقربوا منها بيضرب فينيس الازاز بالاسهم لحد ما بيكسره، وبعدها بيضرب سهم بحبل وبيثبته فيها وبينط جوه الشاحنة عشان يسرقها، لكنه ما يعرفش ان السواق معاه شوت جان وبيضرب عليه النار وبيحاول انه يقتله. فبيترعب فينيس في الوقت اللي بيقرب فيه دوم بعربيته عشان يلحقه من المصيبة دي، لكنه للاسف بيفشل لان السواق كل ما بيلمح حد فيهم بيضرب عليه النار وبيصيب فينيس في بطنه. فبتقرر وقتها ليتي انها تتدخل وبتعدي من تحت الشاحنة للناحية التانية عشان تنقذ فينيس، لكن اول ما بتقرب منه السواق بيشوفها وبيخبط عربيتها وبيقلبها بيها، فبيتعصب دوم وبيحاول تاني انه ينقذ فينيس، لكن برضه السواق بيضرب عليه النار وبيفجر كاوتش عربيته وبيعطلها. وفي الوقت ده كان براين وصل لمكانهم وشاف اللي حصل، وبيقرر انه يروح ورا الشاحنة عشان ينقذ فينيس. واول ما بيقرب بيطير السقف بتاع العربية بتاعته وبيخلي ميا تسوق مكانه،
وفعلا بيقدر ينط على الشاحنة وبيحرر فينيس من الحبل اللي كان مربوط فيه وبيخليه ينط على العربية. وقبل ما السواق يضرب عليهم النار بينط براين هو كمان على العربية وبيبعدوا عن الشاحنة، وبيتجمعوا كلهم بعدها عشان يساعدوا فينيس، لكن حالته بتكون صعبة جدا. فبيضطر براين انه يتصل بالشرطة وبيطلب منهم يبعتوا له الاسعاف فورا وبيديهم اللوكيشن. وطبعا دوم بيتصدم جدا لما بيعرف انه ظابط وكل ده كان بيخدعهم. وفي وقت قصير بتوصل طيارة الانقاذ وبتاخد فينيس عشان توصله المستشفى بسرعة، لكن براين وقتها بيلاقي دوم واللي معاه راحوا يركبوا عربيتهم عشان يمشوا بعد ما عرفوا انه شرطي وخدعهم. فبيقرر انه يروح وراهم، واول ما بيوصل لبيت دوم بيلاقيه ماسك شوت جان ورايح يركب عربيته. فبيهدده براين بالمسدس وبيطلب منه يسلم نفسه، لكن دوم بيفهمه انه رايح يدور على جيسي قبل ما جوني يلاقيه ويقتله، وبيطلب منه يبعد عربيته عن الطريق والا هيقتله لانه اساسا مش طايقه. لكن اثناء كلامهم بيلاقوا جيسي جاي عليهم بعربيته، فبيسالوا دوم كان مختفي فين كل ده. وقبل ما يرد عليه بيهجم عليهم جوني وابن عمه لاسي وبيضربوا عليهم النار وبيطلعوا يجروا بالموتوسيكلات بتاعتهم. وبيتفاجئ دوم ان جيسي اخد كام طلقه وللاسف خلصوا عليه في ساعتها، وعشان كده بيتحرك هو وبراين وراهم بالعربيات عشان ينتقموا منهم. وبتحصل بينهم مطارده عنيفه جدا وكل واحد فيهم بيجري بسرعه جنونيه عشان يقتل التاني. فبيحاول جوني ولاسي انهم يضربوا النار على براين عشان يقتلوه، لكنه بيستخدم مهاراته وبيتفادى الرصاص. وساعتها بيوصل دوم وبيخبط لاسي بعربيته وبيطيره من مكان عالي وبيقدر يقتله. وبيكمل براين مطاردة جوني وبيضرب عليه النار لحد ما بيسيبه وبيقدر انه يقتله هو كمان. لكن بعدها بيلاقي دوم بيحاول انه يهرب منه، فبيروح وراه بالعربية لحد ما بيقفوا عند اشارة مرور. وهنا دوم بيتحداه انه يتسابق معاه في مقابل انه يقبض عليه لو كسبه. فبيوافق براين وبيبدأ السباق بينهم، وبنشوف سرعة مرعبة جدا للاتنين ما شفناهاش من اول الفيلم. وبيفضلوا على نفس السرعة دي لحد ما بيقربوا من السكة الحديد، والمفاجأة ان في قطر هيعدي دلوقتي. فبيقرروا انهم يدوسوا نايترو ويزودوا السرعة بتاعتهم، وفعلا بيقدروا انهم يعدوا في اخر لحظة قبل ما يخبطهم. وبيكون دوم هو اللي فاز بالسباق، لكن فجأة بيخبط في عربية معدية من جنبه وللأسف عربيته بتتقلب وبتتدمر. فبيترعب براين وبينزل بسرعة يطمن عليه، لكنه بيلاقيه زي القطط ب7 أرواح. وساعتها بينزله من العربية وبيديله مفتاح عربيته وبيطلب منه يهرب بسرعة قبل ما الشرطة توصل وتقبض عليه. وطبعا بيتصدم دوم من الكلام ده وقد ايه هو شخص كويس، وفعلا بيودعه وبياخد العربية وبيهرب من المكان. والاكيد يا صديقي العزيز ان الاحداث اللي جاية باقي السلسلة هتكون كلها اكشن ومغامرات، لكن لحد هنا بيخلص فيلمنا. واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، ولو حابين نلخص الجزء التاني سيبولنا ايموجي الاسد مع تعليقاتكم الجميلة. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.